بيتكم انت ايش تتمنى تاكل وش تشرب وش يصير عندكم؟ اتمنى اكل كل شيء اقدر اكله، بس ما اقدر اكل كل شيء. ليش؟ حالتنا كلش فقيرة. انا بالعراق كانوا يأذوني، جيت هنا انا بالاردن حالتي بعد اسوء. زين ايش تتمنى تاكل؟ احكي لي شنو عاجبك هسه احنا بهالدقيقة نسجل، شنو عاجبك؟ عاجبني اكل شيبس، نستر، لحم، اي شيء ودي اكله. زين وبابا ما عنده ولا ماما عندها؟ ايه اريد كل عراقي يساعدني عمود اكل. اريد هذول العراقيين يساعدوني. زين شو تريد بعد تاكل؟ ايش تريد تاكل؟ ما اريد اكل، ما اقدر اكل، ما حالتنا كلش فقيرة، انا ما اقدر اكل كل شيء. اي عراقي يخليه يعتبر نفسه اني ابنه يخليه يشتري جوعان تفاحة برتقال شي بياكل، ما بياكل اشي. يعني أنا عايش بالمدرسة، هناك بيضربونا على عمليتي، هنا جيت يتفلون علي، يعني هالشكل. هاي رحمتكم يا عراقيين. أي عراقي ابنه خليه جوعان ما يجيب له فواكه، لا يجيب له مي يشربوا أحسن من مي. إحنا نجيب مي بوعي نشرب منه. أشكر أي شخص وأي شيء يطلع منه. زين أنا مو أمك. الكل خليكم يحترمون أمي، وأنا شكرك على هذا الفضل. لا تقول فضل حبيبي، لا ماما لا. وتابع قناتنا قناة البابلية. طبعا معاناة أهلنا العراقيين والله هواية، يعني ما أعرف شو أحكي أنا، يعني ما أعرف والله. يعني أنا دخلت هواية بيوت، ترى دخلت هواية بيوت، بس مثل هالبيت هذا دخلته سامر وسامان، شوفوا ايش قد تعبانين يتمنون أكل. ترى الزناقيل بالأردن العراقيين الكلب مالتهم يسوي له عيد ميلاد ب15